السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا من جديد. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وتردد جديد من قناة يوتيوب. التردد اللي معانا النهاردة في القناة تردد غني عن التعريف، تردد قناة مهمة جدا على قمر نايل سات. التردد الجديد اللي معانا تردد قناة النجع الليبية على قمر نايل سات. هنعرف التردد الجديد للقناة وهنعرف القناة كمان نازلة باسم ايه على السيفر. بس لو لسه جديد معانا من فضلك انزل تحت الفيديو واضغط على كلمة اشتراك، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس علشان جميع الفيديوهات اللي بننزلها وبنحملها على القناة يوصل لك اشعار بالفيديو اللي بننزله. اما لو عجبك الفيديو فما تبخلش علينا بلايك للفيديو، وكمان بعد اذن حضرتك زي ما هنديك تردد شغال مفهوش اي مشكلة وهنجربه لك كمان على الشاشة ونأكد لك ان التردد شغال ونعرفك القناة نازلة باسم ايه، برضو ما تبخلش علينا بتعليق حلو من حضرتك. وكمان علشان انت وصلت معانا للسنة اللي بنتكلم فيها دي يبقى التردد لازم حضرتك. طبعا جميع متابعينا عارفين ان احنا اي تردد بنجيبه لازم نضيف التردد قدام المتابع ونعرف المتابع إضافة أو طريقة إضافة التردد، وكمان نعرف المشاهد إزاي بنبحث وننزل جميع قنوات التردد مش شرط القناة الناجع اللي معانا. بس في الفيديو ده عشان وقت متابعينا ومشاهدينا الكرام هنعرف التردد من غير ما نضيف التردد. يلا بينا نشوف القناة نازلة على قمر نايل سات ونازلة بإيه والتردد الجديد بتاع القناة. قدام متابعينا ومشاهدينا اسم القناة ليبيا الناجع تي في. لو كتبنا بس الاسم ده كده في قائمة البحث اللي هي جد، لو كتبنا الاسم ده هنلاقي القناة موجودة على قمر نايل سات أو في القنوات اللي عندك في اللي سيفر حتى من غير ما نبحث وننزل القناة. لو كتبنا بس الاسم ده كده في قائمة جد هنلاقي القناة موجودة. ادي اللوجو بتاع القناة موجود عندنا فوق. طب التردد بتاع القناة هو 10727 10727 معدل ترميز 27500 معدل ترميز 27500. اما وجه الاستقطاب فهو اتش افقي، وجه الاستقطاب اتش افقي. ده التردد زي ما احنا قلنا. ممكن تدخل تعمل بحث وتيجي تلاقي برضو القناة مش موجودة في اخر القنوات اللي على الريسيفر، فهنضطر ان احنا نكتب الاسم ده كده. لو ضغطنا على زر جد الزر الاصفر هيفتح لنا قائمة الكتابة عشان نبحث في القائمة اللي موجودة اسم القناة. هنكتب اسم القناة، القناة هتظهر لنا قدامنا. اتشرفت بمشاهدتكم معانا في الفيديو واتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.